تقريبا كده هو ما كانش قصده يأذيني. انا لو سبته النهارده هيبعت لي مسج، انا والله سايبه الموبايل مفتوح عشان يبعت لي، وهو بيقول لي الكلمه اللي جرحتني قوي كده. هو اكيد ما كانش قصده، اصل هو قال لي ان هو عنده ترومات، هو كان عنده مشاكل نفسيه من وهو صغير، اكيد دي بسبب الموضوع ده. المبررات الكتير في علاقه مش ناجحه والله العظيم هتوديك في داهيه. اوعى تبرر كتير. العلاقه اللي مش ثابته، العلاقه اللي انت مش عارف اولها من اخرها، اللي انت عمال تبرر لها كتير كتير كتير، دي زيها زي البحر العالي، انت ما تعرفش الموج ده هيوديك فين. انت نازل بحر عالي ده ما تعرفش بقى في عاصفه جايه ما فيش عاصفه جايه، ايه الدنيا انت ما تعرفش حاجه. المهم انت اتوجعت ولا ما اتوجعتش، انت اتضايقت ولا ما اتضايقتش، الكلمه اللي هو قالها دي وجعتك ولا ما وجعتكش. لو في تروما، لو في اي حاجه يجي يتعالج، ما فيش اي مشاكل. لكن ان انا ابقى بعمل له مبررات عشان هو يمكن عنده كذا، طب ما انت جاي اهو، انت كمان تعبان، ولما تعبت عرفت الطريق اللي تجيله وعرفت تحل مشاكلك ازاي. اشمعنى انت بقى واخد بالك من حد غيرك؟ خد بالك من نفسك وخد بالك من البحر العالي اللي انت بترمي نفسك فيه. العلاقه الواضحه بتبقى واضحه وبتبقى تو ذا بوينت، وما بيبقاش فيها كل المبررات دي. لقيت نفسك بتبرر كتير قوي قوي قوي، خد بالك دي ريد فلاج كبيره جدا.